السلام عليكم، شراكم لاباس؟ الحمد لله. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله شفت ندير معكم الحشوه تاع البوراك تاعي انايا، بزاف هايله مفرمجه بنينه. نتمنى باك تعتمدوا على هذه الوصفه، ونتمنى فاني كديروا لي اشتراك القناه وجام، ونبداو على بركه الله. تحكمي القدره تاعك، ديري لها الزيت يسخن مليح، ديري نص حبه بصل ملحيه مع اللحم تاعك ولا الصفار، ومن بعد تغطي، ما ديري لا ملح لا زيتون، تغطي باش يطلق الماء في بعضها البعض، تطلق البنه. ومن بعد 10 دقائق كي يطيب معنا كي يطلق البنه شويه، ديري ملح وفلفل اكحل برك، ومن بعد عاود يغطي باش ثاني تطلق الماء والبنات يطلقوا بعضهم بعض. ومن بعد كيما تشوفي كي تشوفي اللحم دخلوا شويه، دخلوا الطياب ماشي شويه بزاف، ديري نص حبه بصل مقطعه كيما هكا، باسكو هذا راه يتكرمل هو البنه تاعو. ومن بعد تخليه تزيدي كامل النار وتخليه. ومن بعد ديروا مغرف عكري للون، نص مغرف عكري للون. ومن بعد كي تقلى شويه ديري البيض والفرماج. درت انا حبات بيض باش تضاعف معايا الكميه، باسكو هنا راهي عندي كونتيتي صغيره تاع بيض ماشي حاجه، بس انا من 4 ولا 5 مع الفرماج. ومن بعد صاي من بعد صاي طفيت الفرن، طفيت النار ودرت شويه معدنوس وسكرت عليه صاي، باش الفرماج ما يذوبش معايا، يذوب غير في السخانه تاع اللحم، مانيش حبيت يذوب بزاف، باش كي نعاودو نقلوه فاني كي يذوب معنا. ومن بعد شوفي هذه هي الحشوه تاعنا، بزاف هايله مفرمجه. ومام لو كان تقعد طيبيه بكري ولا يقعد يتكسل معك. ومن بعد توجدي صوالحك كيما انا حشيتها بالفرماج تيب توب والزيتون الكحل. وهذه هذه الطريقه. نتمنى باك ديروا لي اشتراك القناه، واي واحد يتفرج الفيديو يدير جيم باش الفيديو تاعي يطرح باش يطرح فيديوهاتي على الناس واحد اخرين، باسكو في السنين وانا خدامه عليها القناه هذه ما كاين حتى خطوه فيها، بصح معليش الله ربي يقدرنا برك وتنجح لنا. من بعد نعاودوا الحبه الزوجه كيما تشوفي. انا هنا كثرت الحشوه، كل حبه درت لها حبه فرماج ولصقتها بالفرماج باش ما تطيرش معنا. ومن بعد توزني. انا ما بدلش كاع هذه الطريقه تاعي تاع البوراك، بزاف هايله وبنينه. بعد نحكمو نص نقسموها ونديروا هذا الشكل. دائما ديري شويه فرماج باش تلصق لك، ما تطيرلكش في المقله ولا ما تقعديش تعفري فيها. هذه هي الكونتيتي اللي قطعت لي، انا قسمتها على يومين سوا. ومن بعد تحكمي تسخني الزيت تاعك. انا هنا كنت دايره الشوربه، اذا عجبتكم الشوربه راني دايره فيديو قبل هذا الفيديو، نتمنى تدخلوا تشوفوا. وسخنت الزيت تاعي وقليت البوراك. هنا واش اللي كي تكون تقول البوراك خلي حتى تحمر الجهات التحتانيه باش تطيريها، باسكو كيما انا عندي هذه ماهيش طايبه من تحت، ماشي طايبه بصح ماهيش حمراء، على هذه تسقرت. هذه هي النتيجه. انا درت البويون والشوربه ودرت لابيوري مع دجاج محمر، وهذه هي النتيجه. نقولكم صحه فطوركم.